طبعا احنا عندنا النهارده بنتكلم ان هو الموضوع مش مع قد جلوكوز راح وجلوكوز جه، لا ده الجلوكوز اصلا في راحه وجيته بتاثر باملاح عندنا اوريدي. اصلا كمان الميه، لان هي اصلا الكلى ما بتسيبش الجلوكوز يخرج بره الدم، فبتبدا ان هي ترجعه تاني، فبترجعه بالميه. لما انت ما بتاخدش الجلوكوز كفايه بتفقد الميه دي، والناس بتفرح بالموضوع ده لان بتلاقي في مسافه يومين كده ما شاء الله ان خست 2 كيلو. طبعا كده صفت الميه اللي في الجسم، زائد ان احنا طبعا انت مبدئيا عشان تخش في الحاله دي بتكون خلاص صفيت الجسم من الجلايكوجين. يعني لو قلنا نص كيلو موجودين مثلا في واحد وزنه 70 كيلو، هيكون قصادهم كيلو ونص ميه، يعني 2 كيلو كده ولا حاجه جلايكوجين والميه بتاعته. ده غير الميه بقى اللي الكلى سابتها تخرج من الجسم، فبيعمل معاك نتيجه. ودي نقطه يا جماعه اللي كنت برضو بكلمكم عليها. معلش يعني مش لازم تاخد اماره، يعني الناس بتبقى مياله اكتر ناحيه الدايت اللي يديك اماره. لا معلش، النهارده انت خليك صبور على الدايت. ممكن مش لازم نتيجه سريعه. ناس تقول لك الميزان بيعقدنا، ماشي تمام، احنا اتكلمنا الموضوع الميزان مفيش حاجه اسمها ميزان على بعضه، احنا بنشوف الدهون والحاجات دي كلها. ما تخليش ميزانك انت نفسيتك وحالتك وانت راضي عن نفسك. يعني كنت بعمل دايت وكنت حاسه راضيه جدا ان انا مثلا بروح الجيم، مش بتعب، مش نفس التعب، بس ده كان الميزان بتاعي. كمان الميزان لقيته ان هو احسن. فانت النهارده زي ما قلنا يبقى عندك شويه اهداف مرحليه، مش لازم الهدف الكبير هو الميزان. طيب انا فرقت كام؟ الحمد لله 2 كيلو، يبقى هو ده حلو، يبقى خلاص بقى بتستمر وبتفضل عايش على ذكرى ال 2 كيلو دول، شايف ان خلاص داخل في ثبات وزن مالكش دعوه. فده يا جماعه اللي احنا بنقوله، مش ما تبلاش تدور على الحاجه اللي تديك اماره في الاول ان هي كويسه. خليك صبور شويه، يعني مهما كان الطريق طويل اكيد هتوصل.